هنا احنا كده ايه سيبنا 5 سنتي اللي هي 5 سنتي كده اهو. هنا ايه مسافة السوستة. وبعد كده مثلا هنتني القماش بتاعنا كده. بعدين انا عندي هنا كده طبقتين متنيين وطبقتين مفتوحين. بعد كده هنجيب الباترون بتاع الكورسيج بتاع السنة هنحطه كده، وعايزين دبابيس هندبس هندبس بحيث ان ممكن نسيب هنا 1 سنتي سماحات للمقص اللي هو يتحرك عشان اعرف اقص مظبوط، والحردة بتاعت الرقبة الخلفية تطلع مظبوطة معايا. بعد كده برسم الحدود الخارجية بالطباشير بحيث ان انا لما اجي اقص، وهنا كده بعمل خط امتداد لان الخط ده هو الخط اللي هو بتاع بداية القص. وبعدين خط الكتف، لاحظوا ان انا سايبه هنا 1 سنتي عشان المقص يمر بسهولة. بعد كده حردة الابط انا عاملاها في سنة 13 سنتي خلاص، وده خط الجنب. وبعد كده ده الطول الكلي للكورساج، وطبعا بكمل الخط لحد الاخر عشان ده برضو هنا ايه بداية القص من هنا. بعد كده بقص يبقى يطلع لي 4 طبقات، طبقتين مفتوحين اللي هما الخلفي اللي انا هركب عليهم السوستة، وطبقتين مقفولين اللي هما الامامي اللي انا هحردهم وهعمل حردة الرقبة الامامية ايه اعمق كده. يبقى طلع الكورساج بتاع فستان قطرة. الخامة المستخدمة ستان صالونة، الخامة بتاعت الجزء الأسفل تل خيال. كده بس ايه بص الجزء الأسفل كده قسمنا 4 طبقات، 2 الأماميين و2 الخلفيين. القماش الباقي ده انا هقص منه الكم، بس مينفعش ان انا اقصه هنا كده غلط، هيتقص كده عشان يبقى 4 طبقات ناحية المتني عليه. هقصه كده، انا من هنا طلعت الكورساج ومن هنا طلعت ايه الكم.